مشاهدينا الكرام، من هنا من العاصمة السورية دمشق أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة. اليوم يحدثنا العماد أول مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري السابق عن إقامة وتطوير التعاون بين الاتحاد السوفيتي وبين سوريا في المجال العسكري، وذلك في الفترة التي كان فيها وزيرا للدفاع والتي استمرت أكثر من 30 عاما. تتابعون الحوار بعد هذا الملف. العماد أول مصطفى طلاس ولد في بلدة الرستن بمحافظة حمص عام 32. انتسب إلى الكلية العسكرية سنة 52 وتخرج برتبة ملازم في سلاح المدرعات سنة 54 إثر اشتراكه في حركة الضباط الأحرار في حمص وحلب عام 62. اعتقل مع بعض رفاقه وبقي في السجن حتى ثورة 8 من آذار عام 63. رفع استثنائيا إلى رتبة لواء في فبراير شباط عام 68 وعين نائبا لوزير الدفاع ورئيسا لهيئة أركان الجيش والقوات المسلحة. في 22 من مارس آذار عام 72 عين وزيرا للدفاع، وفي اليوم التالي عين نائبا للقائد العام للجيش والقوات المسلحة. تقاعد في مايو أيار عام 2003 يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية وأخرى في التاريخ. عضو جمعية البحوث والدراسات، لديه بضعة عشرات من المؤلفات في السياسة والاستراتيجية والأدب، ترجم بعضها إلى العديد من اللغات الأجنبية. أهلا وسهلا بكم سيادة العماد في برنامجنا رحلة في الذاكرة، وطبعا فرصة حلوة كتير وسعيدة كتير أن نكون عندكم في استضافتكم في منزلكم الشخصي وفي المكتبة الجميلة هي اللي حوالينا. فلنبدأ الحديث من قيام العلاقات السوفيتية السورية في مجال طبعا التسليح في القطاع العسكري تحديدا بعد حرب 67. بادئ هذه بدء أود أن أعبر لكم عن محبتي وصداقتي التاريخية للاتحاد السوفيتي سابقا ولروسيا الاتحادية تاليا. زارنا المارشال غريشكو في ربيع العام 1968. كلفني الرئيس حافظ أن أكون رئيس بعثة الشرف لمرافقته، وسافرنا إلى حلب وتوجهنا من حلب إلى اللاذقية. المهمة الأساسية لهذه الزيارة، ما كانت الأهداف الأساسية لهذه الزيارة؟ الأهداف الأساسية للزيارة هي تزويد سوريا بالأسلحة حتى تستطيع أن تجابه عدوان 1967. في اللاذقية قام عمال المرفأ بمبادرة منهم. أنا كنت في السيارة، لم يكن عندي تليفون مثل التليفونات الحالية المحمولة الآن، فبمبادرة منهم حملوا سيارتنا. وطبعا كنت أنا إلى جانب المارشال غريشكو، كانوا يهتفون من قلوبهم: يا غريشكو يا مارشال، هات سلاح وخذ رجال. وحملوا السيارة، ساروا عدة خطوات. عندما كنا نلتقي في مباحثات لاحقة في الاتحاد السوفيتي كان يقول للمارشال غريشكو: قل لهم أولا كيف حملوا سيارتي. فهذه العلاقات الصغيرة والإنسانية يعني بتدل على روح المحبة. فمن هذا المنطلق كنت دائما الصديق المقرب إلى الاتحاد السوفيتي سابقا. حتى في إحدى المرات أراد الرئيس حافظ الأسد أن يبرهن أنه النظام أقوى من الأشخاص، فأرسل العماد حكمة الشهابي في رحلة إلى موسكو لكي يجلب سلاح بعد العام 70. فالكاجبي الروسية تعرف، نحن كنا نعرف لكن عن قريب، أن حكمة الشهابي له علاقة في المخابرات الأمريكية، والكاجبي كانت تعرف ارتباطه الكامل. أيوة. أي. فعندما طلب الأسلحة جابوا له قائمة ب 262 مليون روبل. قالوا له هذا قرار الدولة، شو بتحب تشطب منها شطب، إضافة طلقة واحدة ممنوع، بتشطب كلها معلش، أما تضيف طلقة ممنوع. قرأ اللائحة، شاف دبابات تي 34 مجددة، بتير 152 مجددة. يعني شو مجددة؟ يعني مدهونة دهان بس، يعني هي عتيقة لكن مدهونة. مدافع
12 كيلومتر هاوتزر مدافع هاون. طلع قالوا هاي ما بتعطينا أي قوة عسكرية لبلدنا. قالوا له إذا كان أنت هيك هذا هو القرار. قالوا لكن إذا كان هذا هو القرار معناتها المهمة فاشلة، ولا أم تقولوا لي ارجع بلدك. قال له إذا كان فهمت هيك ارجع بلدك. طبعا الرئيس تأثر كثيرا، لكن قال لي هل لا تزال لك حظوة في موسكو؟ قلت له بطبيعة الحال. قال إذا بعثتك أنت بتجيب سلاح؟ قلت له بكل تأكيد، لكن تسمح لي أروح إلى القابون أحكي بالتليفون مع وزير الدفاع. في عنا الخط الأحمر والتليفون كان أحمر أيضا، يعني بس رفعت السماعة بيطلع على الطرف الثاني وزير الدفاع الروسي مباشرة. أخذت تليفون حكيت مع المارشال غريشكو. قال إذا كان بتيجي أنت في سلاح، نحن ما بنعطي عميل أمريكا سلاح روسي يفتخر. هيك قال لكم إياها بكلمة واحدة؟ قال لي ما بنعطي عميل أمريكا سلاح روسي. طب أنتم ما كنتوا بتعرفوا بهذيك الفترة؟ الحقيقة بنعرف على الخفيف. الرئيس حافظ كان بحب يعني يبقي علاقاته مع الأمريكان، ما يقطع الجسور مع الأمريكان. الرئيس بشار حاسم في هذا الموضوع، عدونا عدونا، ما في مجال للمجاملة. فلذلك ما كان يعني كان مثل حد السيف الرئيس بشار. أما الرئيس حافظ كان يحب أن لا يقطع شعرة معاوية كما يقولون مع الأمريكان. فكان يسأله الحكمة يوم يروح يتداوى، عنده سرطان في البروستات، هو يقول له شو أخبار جماعتك؟ عرفت كيف؟ شو أخبار جماعتك؟ الأمريكان كان عم يفهم شو المقصود؟ لكن طبعا فيحكي له على التليفون. أنا أكون عند الرئيس حافظ على التليفون على السكرفون، أما يحكي وما اسمع نحن وياه. المهم جيت أنا رحت على الاتحاد السوفيتي، 3 مليار وكسور، 3 مليار من 262 مليون روبل ل 3 مليار وكسور روبل. ما بقى ذكرت كسور، لكن مكتب الجيش ما يعرفها. ايه 26 اتفاقية موقعة ومختومة بالكرملين. فما احكي أنا مع الرئيس قال لي أبو فراس أنت لما تحط صفر، كنت متفق معه أنه إذا كان قلت لك جايب 10 قناني فودكا يعني 10 طيارات، إذا جايب كذا مثلا جفت صيد بعني دبابة، وهكذا يعني 10 كلمات متفقين عليها أنا والرئيس نحكي بالتليفون حتى ما حد يكشف الموضوع. قال لي أنت عم تزيد صفر. قلت له ما عم أزيد صفر، أنا عندي 26 وثيقة مختومة من قبل الكرملين، وهي مستندات عندي، والاتفاقية فوق 3 مليارات روبل. بس شو كان المغزى من الموضوع؟ انه يعني نفس الحكم، نفس النظام، نفس الجيش، واحد بيرفضوا له وواحد بيقبلوا له. أنا كنت صديق الاتحاد السوفيتي، لكن الجيش نفسه سيد العماد، الجيش بضل نفسه. حتى الجيش، حتى سوسولوف نفسه اللي كان فيلسوف الحزب